كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المرحلة الثانية الجهر بالدعوة. شولو دولداقة شولو يو إتابة إذا بايمر عليه الصلاة والسلام دعوة تردو إذا قيقوش ناخنا قوش دوكوش قيقنبر. أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى حق أحدو حردو سندو آية إذا وأنذر عشيرتك الأقربين قيرم تسأح عن جرجر بوش ناخيال. وقد ورد هذا في سياق ذكرت فيه قصة موسى عليه السلام. هردئنا موسى قصة حخينج ديقح من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل. موسى فايخ مرة دعدو دلت وبنو إسرائيل تان هجرة ترى قاتشلت. وقصة نجاة من فرعون وقومه. الله داله موسى كالحر وقر فرعون قامخه وإغراق آل فرعون ومعه اشت فرعون أحياء تويسون قوان نحبول ناخا خبوه بخيتر إقصتي سنجودا حقين دهر آية. وكأن هذا التفصيل جاء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله. إيرزيسن يعني يجسن إيرتن عليه الصلاة والسلام أمر درت دعوة أدم حقيق دينيا ليكون أمامه وأمام أصحابه مثالا خلي ترحم يرتن حلقح أسن أصحابش نحلقح مثل لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد. تاقتان دعوة دردولشتلهم إش خارت بر تان ظلم در حينما يجهرون بالدعوة تاق ديني ناخ إش قوش دوقوش قيق بيول بيلش وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. إش خلي ترحم بيلقل دولشو من تحا شاش ليل وش دولشوخا دعبيولش دون دا سندل موسى قصة أخينا باخ صوت هرأي توسين دينا تتحدوش دولايت دوسيناتشي بريادكشا. على جبل الصفا صفا أوج لامتح. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يلتش اتلوم تحلويلر ثم هتف صوت احتو قيقر يا صباحاه عوري بوغ سنة بش قيقم بوز أدم حقودش. ثم جعل ينادي بطون قريش صوت قريش جينش قيقول والرئيس ويدعوهم قبائل ساعت تيبنش قيقش دعول والرئيس يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب بوش ترجعت تيبنش كقيقول والرئيس. فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف قتار خزن تخينا حشين يقيق ميلر ملو موحبيتك قالوا محمد سالر محمد ويسال. فأسرع الناس إليه ناخسخ ويرتنج حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. تيج نت سقاتش تيج أرواله تعجيلن شوقي ترسو حاجة يترحم هدو تيج خلق. فلما اجتمعوا قال إشووشة كيتش خينح إيلر إلشنو أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي هو الخيتشن أشك ديتش أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل أشك ألش لاتش قولي الجورش هوك آرينجا هولوم تيحا تريد أن تغير عليكم شنت ألا تكيتشيويز لتغير عليكم أكنتم مصدقي سبقوي ورياشر. قالوا نعم سيرير ديرور ما جربنا عليك كذبا أخارستك ديوس ألتوان عوتل قشتل همدات ما جربنا عليك إلا صدقا حبقلش بيوزن موات. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد سبق أشن قيرم تسشوي نشن
عازب شون تدالي إنما مثلي ومثلكم سأشؤ مثل موضع ألج كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو شو مثل موضع ألج مستغن سن فانطلق يربأ أهله توت أحشي أهله دوت حجو خريس أي يتطلع حجوش وينظر لهم تيرا من مكان مرتفع لكر هما تير دا حجوش لكر متير دا حجوش مستغسان لئلا يدهمهم العدو مستغسان تسرتي ترحم فخشي أن يسبقوه تأقير إرئز يتاق رجل يمستغ شال حلخ والر فجعل ينادي أقيق والرئز يا صباحاه بوش ثم دعاهم إلى الحق توت أحنيس واندين تقيقر توش وأنذرهم من عذاب الله الله دي العاز فقيرا تسير توتان فحض وعم فخص وعم هورنج قويقوش خص آجي يعني بيلغة تعناخي قويقوش صوت عم مسيرغا قويقوش أبا بشون قيقر فقال سؤال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله شايدهم مشئية الله هير شيريزورت انقذوا أنفسكم من النار شايدهم مشكال حرداخ جوجغتخ فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا سشن دول دا نتسقوش واتشن سكرح داتشن الله هخشنا زي يختو خايا بيد بقى ولا أغني عنكم من الله شيئا سشن تا بيد بحر برشواتشن سشن ببيد باتشن يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار شهدهم مشكل حرداء جوجغتي يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا سشون دسعا وداتشون الله داتشون تعازب تدوسين شوته يا عبد الشمس يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم ديغ سيوك سنداخنك شين نؤق شاذردشن أشديخك لا أملك لكم من الله شيئا بدلها الله ديلهم شون تدين شو تحشون سعادة ودوشواتش يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ساشون سعادهم داتبوش ما سألت أرشوش قويقشوش يا فاطمة بنت محمد رسول عليه الصلاة والسلام سليني من ما شئت من مالي فداخني حينوء ديخ انقذي نفسك من النار كل حرداك حيديغ جوجغتيخ فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا ومن زي بيدا برشواتش يحمون تدعاهما تعدهما داتشي غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي أصلها حسب حقها تلح ساشونا جرجر ودو إذ شاه وهتوردو شو تنحقي حج أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأصله في مسلم ولما تم هذا الإنذار يقيرم قوتش خلج خينا إبريد السرجيني انفض الناس وتفرقوا ناخ حلغة وتير ودعس بولير ولا يذكر عنهم أي ردة فعل تعاء تارتهم دوحل آلية تعهم دينير آلا حخوشتات سوى أن أبو لهب السرت فواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء يوتن وودو حلويلريس وقالت تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا
فيسر تبا لك بوغا استغان يش واتر يوكيز هلك خلع بوغ سن هولي هوك دين قودين درح هوكمن قودين درح طويل. فنزلت تاك الله ديلا دوش دو السرق تبت يدا أبي لهب وتب. يا آية سبحان سورة سوغويت وينا بايمر عليه الصلاة والسلام بق خضر يمودر من ألجي هون دالج سورة دوسن شولتها تبت يدا أبي لهب وتب وشتل. أبو لهب بقوا ما يرهم بوسو بدين تأيت سقع سهل الله شاجوير وتحرو باخ أشابوسو بدين تأيت سهل هين ساعة فراتي وريتشي ولسان القرآن يهم دات يشت ما يرتون يا آية دوسين شولتي عيرناك يتشرع باخ بايز ودا لاحتون كوشتو تدينا يشتهم آل شي كيرسنا بكت أوضرش الله نخوش خلتو يهم آل إيرا دوتي تندق دور دوتي. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا خسرت يدا عم النبي أبي لهب بوغدو بخسران عمله. تو أبو لهب شكوك دالك داقز خابت وخسرت بوغدوك داقز دالك تنشكوك أبو لهب إشتون كليشك اليوم داقز دالرق داقز دالك تنس وتب ألجي تعبو تعالى أهلكه الله الله دا هلك ونيز دعا دو إزعل وقد فعل يدعا ينجواب كل شيء هلك ونيز الله داله سبحانه وتعالى. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى. إدوش إياز فسيالشان صلى الله عليه وسلم سوي بين بوقاي قمة إست مباتر يرتج دويه سنئي خزر ديكر في أرجاء مكة مكي آغون شكح مكي يستوشكح حتى نزل قوله تعالى الله ديله دوش الصوت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قوش داق قيق ديه حيق أمر دين دورشتلهم مشرك ناخخ ذا حوز. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام يلت صلى الله عليه وسلم دعوة دول ولير إزبسو بدني أدم قيقش في مجامع المشركين ونواديهم مشركنا قلوش بول إشواحو يشبوش متقشكح يتلو عليهم كتاب الله الله ديال آية جينتان دوشش ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم ثو تارق أولور بيخمرش شيق أمنشك ألدولشتلهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هاي سقام الله عبادتي شن موات قنديل يوترك وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم يلتو والولير صلى الله عليه وسلم تنحلخ عبادة الله فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد يلتو ولامز دور كعبة آرح تنحلخ نهارا دينح جهارا قش وعلى رؤوس الأشهاد مسرنا جاء قش. موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك نيخا يلشنغ وخلو تيرا تير مكك
اشتد إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. يلتشن كرسنا خير خلش دولو زيج أغدلر وأصحابي تن أصحاب شناع بعد الجهر بالدعوة بسوب دين قتش بالقلدوكش قيق دولين جولدع. ومن صور هذا الإيذاء ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت يرتلامز دشوت كانح كعبة جرجح وأبو جهل وأصحاب له جلوس. أبو جهل تعبوت الناق واستيا خوش بر إذ قال بعضهم لبعض تعبوا تار ووشخ اسم مشرك ناخ إيلير أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان حيا حريوشينا وقا حين يهدين بوتشير سير يك يشينوشو تهمن بيوخلش حيا حريوشين استقبلا يبجين دلا يمكللا فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سجود ديشي محمد صلى الله عليه وسلم سجود ديشي سنبوكتي حيوه كريو أشعل. سنكيرر بيوخلش ييتش وح سنكيرر حيول شنو من الشكوش سلابو شجويز تو امكل بيوخلش حقين تنبكت حيو لريوش. فانبعث أشقى القوم ناخ اجر داك أزوالك حلغة دعوة فجاء به بيوخلش حيرتو فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم يلشنو سجود دلت سو بردنا ووضعه على ظهره بين كتفيه يلشن بكتي ليرتوش تنا شمبر شوق. وأنا أنظر شاحوجش ولش بها ابن مسعود لا أغني شيئا شيئت دهم مأدوتش لو كان لي منع دابس بلرش ينيتس. قال فجعلوا يضحكون بيولش برش ويحيل بعضهم على بعض ووشخ حويجش ووشخ حويجش ووشخ تأليسش بيولرش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه يسجد دشور شيكورت حالتا إبش سجود حوريس حتى جاءته فاطمة حائيا فطرحت عن ظهره تودعي كيرتن بقتتي سنوتاريهم نشتري بيوخلش فرفع رأسه شيكورت حالا إبرتو ثم قال صوت حيدر: اللهم عليك بقريش 3 مرات. يا الله تعالى تحورش قريش تعالى تحل قوز دعاء البيمر عليه الصلاة والسلام. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين. يلشنا صلى الله عليه وسلم وحكمة يرشلا شبلان والتير كان لهما بالغ الأثر في نفع الدعوة. اتشن بلان اوغا يوق أثر دعوة وبيد بارح. بيمر صلى الله عليه وسلم ميل بال حيق قشتوك وين شي قومير توندي لخاء يستغنى دعوة يكتب الشي بال نشخير بويلاء خلو نشخير يلاء. دو حدو بلان هوير اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مركزا للدعوة. ياشنو صلى الله عليه وسلم ابن أبي الأرقم تون هسم إذا مركز سنتر للدعوة يريس إزليت لياشنو عليه الصلاة والسلام وليجتمع فيها بالمسلمين سرا أي لخبصوا بناه ووشا بيهتوشتو واسمع فيتلو عليهم آيات الله ديل آية شدو شرط وتان
وليؤدي فيها المسلمون عبادتهم وأعمالهم تار اتهسمح شيء عبادة عمل شقوتشيا قيلة دريس تنهوسما يورتي يستحخل تعمو تيدم تبش تنديش قيلة ووشا بيتلوش دعوة تعدو يجتر شولا يوبلان هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وصومنا بيورو يفتروا دين دول هجرة حبشتي أو اتشينهم النج أو بوك بيد برا دعوة تداريح دعوة دعكا جوريح الهجرة الأولى دوحل دولة هجرة حين اشتد البلاء والفتنة والإيذاء على المسلمين في مكة أغبل كان أحبال فتن زياء بسو بناخن مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيامر إيلرتاج إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده حبشة أوش متى إثيوبيا تبتشعو تنجرجع عن ظلم تدو فالحقوا ببلاده ثم دعوة حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه الله دالش أت وبلت شو قحيول شوش خلوان فخرج المسلمون حتى نزلوا بالحبشة فأكرمهم النجاشي وأمنهم فبوصوا بناخ حبشة دعبخر نجاشيس تان ليرن بير يشقير تان قير مزلا يلير وكان أول من هاجر من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام دوحل هجرة نجاه إذا بوصبنا عثمان ورسن هو سمنان إيرتشنا رقية ير وتبعه جمع من كبار الصحابة صود حقي بقيت صحابة شتان تحا دعبيل بالهجرة وكانت الهجرة الأولى سنة 5 من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم هجرة يرجويتين جودا بخيولو شدر وعدد الذين هاجروا فيها 11 رجلا و4 نسوة اتس هجرة حا تسعيت استجا يئزتو هجرتنا بخيتخول كرسوا الهجرة الثانية شولو دول هجرة فكان عدد الذين هاجروا فيها 82 رجلا و18 امرأة شولا هجرته تيركليج سوا تيجا حواسم سدوا استجي وسمنات زديخلة وبناهم زير بيرشة وسببها أن المهاجرين الأوائل سمعوا بإسلام قريش فعاد بعضهم إباحن هدر تير شولا هجرتر مهاجرشن خزخلا بصوب دين تأيت قريش وين أصحاب سارة يخبرزن ومنهم عثمان بن عفان وزوجته يخبرزن كان يقع برا عثمانة وسمنانا فلم يجدوا قريشا أسلمت وش مك يخبر كان حا قريش بصوب دين تأيت داتر ووجدوا المسلمين في بلاء عظيم وشدة بصوب نعمل هو أو بال نحبر خلوان جحبر فهاجروا مرة أخرى تيسين فرماسين يسر كاب حكاتشو شولا هجرة تيرتار ومعهم هذا العدد الكبير يهجرة تشكنه يوكل يرتارت وقد أرسلت قريش في إسرهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة سار قريش سانت أحا وخي ترهرشي بهدايا إلى النجاشي ليرد المسلمين نجاشي سوغت لشة يشيوه بيرز برحم ولكن هيهات تضح جيندر فقد أسلم النجاشي وأبى أن يردهم نجاشي بوصل دين تأيت سيرة سوى يشيوه بيرز وراه يحكي تريس بل أعطاهم الأمان في أرضه شي الله تحت سار تنقير مزل الارتو سارنا وقرم على دينهم تير دين مقر وديرتو ورد رسل قريش لم ينالوا شيئا قريش وبهكيت البناه يهبير زيرة تعاش تنخ بيدا تخدرتا إسلام حمزة وعمر بن الخطاب خلال هذا الجو العصيب هق خلوا خينح دخل في الإسلام رجلان عظيمان وق سيرح شتاك بوصو دين تأييت بوصو دين بير
لهما كل الهيبة في صدور رجال قريش. قد لارن برا قريشي اتشن حلقة قيرة كبير لار القريشي إشي، وهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. وهنا بدأت قريش في اتخاذ طريق المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختاش ما بوسو بدين تيجي خينا عدو دليرئيس قريش و پیامبر صلى الله عليه وسلم برت بر تنتت عتسبيه بيرت شليوش پیامبر صلى الله عليه وسلم. تاق تتعتان قاچ مير بوي وروكد عياخت ستصور دوا وقتها. والحمد لله رب العالمين.